فقرة أخرى أو في لقطة أخرى أيضا، وهذه جتني حقيقة على الجوال في تقريبا في العشر الأول، واحتفظت بها حتى بدأ البرنامج، وقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الفقرة لتكون هذه اللقطة. ما أدري جاهز اللقطة نشوفها ولا الاتصال؟ طيب أخونا عبد العزيز الصقعبي، طيب شوفوا معي يا إخواني هذه اللقطة. يعني لو تشاهدوا هذا الرجل الستيني عبد العزيز هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك أخوي عبد العزيز. حياك الله يا خنوة. أشكرك على هذه الرسالة الجميلة. الله يرضى عليك ويسلمك. بارك الله فيك. وأنا حقيقة احتفظت بها حتى اليوم، ما زالت في جوالي، وأبغاك أنت تقول لنا وش اللي صار، تفاصيل هذه اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أخ أنور، هذه الصورة أنا ما من هوايتي قد أصور داخل الحرم المدني، لكن طبعا لاحظ الصورة هذه بعد صلاة القيام. الأخ هذا أخ تركي اسمه ياسين، شدني فيه أني كنت أصلي ويصلي أمامي، وما التفت أبدا أن أمامي إنسان يصلي بقدم واحدة، والسبب عدم التفاتي أن صلاته يعني ثابتة. يعني تجد أن هذا الإنسان لا يعني يصلي مع الإمام، لا يتلكى، لا يميل، لا يراوح، قيامه يسابقني في القيام. فما استغربت الصلاة، اكتشفت بعد صلاة القيام أن الذي أمامي بقدم واحدة. طبعا بقدم واحدة وبدون عكاز، وبعد الانتهاء من القيام الناس تعبت ترتاح وهو ما زال يواصل يتنفل حتى الفجر. اي نعم. فهذا يعني طبعا انا تعرفت عليه حقيقة، يعني حتى بدأت اغلب الايام العشر احاول اصلي القرب منه. جميل. لان مثل هذا حقيقة يشعرك يعني تشعر بانك صغير امام هذا الانسان. واقتربت من هذا الرجل اللي فعلا اعتقد انتم طبعا كلنا حقيقة كشباب يمكن بعد القيام الواحد شوي يعني يحاول يرتاح، يشرب شاي قهوة حتى ينتظر الفجر، لكن انه رجل مبتور قدمه من الورك يعني تقريبا وبدون عكاز. تفاجأنا كلنا حقيقة لما شاهدت اللقطة، تفاجأت كيف اصلا استقام بهذه الطريقة اللي حقيقة. ورسالتك كانت اعتقد ايضا يا عبد العزيز اللي ارسلتها انها فعلا ليست اعاقة الابدان، هي اعاقة الروح. وهذا الرجل كانت روحه يعني ما شاء الله منطلقة ومتقدة بالإيمان، ولذلك لم يكن معاقا حين وقف، ولم يحتاج أبدا لا إلى عصا ولا إلى أن يهتز. أيضا يا أخ أنور، حقيقة أنا يعني قضية الإعاقة، لفظ الإعاقة في حق هذا الرجل يبدو لي أنها يعني لفظها غير صحيح، لأن كما قلت أنت يعني الإعاقة إعاقة الروح، إعاقة العقل، هذا ليس بمعاق. حقيقة هذا ليس بمعاق. عبد العزيز، اختلفت من الرجل تقول وجلست معه في الأيام المتبقية، إيش اكتشفت؟ يعني حقيقة طبعا اكتشفت أن هذا الرجل العجيب أنه طبعا يرفض الكلام عن حاله، كيف أنك متعب أو أنك رجل بقدم واحدة أو غير ذا، أو حتى يعني تقوم وتخدمه، يغضبه هذا الأمر. يعني أبعدت عن هذا الجانب الإعاقة اللي فيه. نعم. فسألته عن حاله كيف، فاكتشفت أن هذا الرجل أدى العمرة وهو الآن معتكف في العشر الأواخر في الحرم. طبعا يعني حقيقة شدني أكثر ما شدني كثرة التنفل في هذا الرجل. وأنا شدني الآن أن الكل جالس مرتاح، يعني على الأقل يسترخي قليلا بانتظار الفجر وهو يتنفل بقدم واحدة. شكرا جزيلا عبد العزيز الصقعبي على هذه اللقطة، وهذه يعني الحقيقة صورة حية يعني تنبض بالإيمان وتتجاوز كل الحدود، وهي مشهد حقيقي. أتمنى كل أخ أو أخت لديهم مثل هذه اللقطات المتميزة أو اللقطة الأخرى أيضا المتميزة يشاركون بها، يرسلون على الشاهد @idalil.tv أو يتوجهون مباشرة إلى موقع الإلكتروني للشاهد أصدقاء الشاهد www.الشاهدفانس.com. يدخلون معنا، يتواصلون، يرسلون هذه اللقطات، ويكونون بإذن الله تعالى على الوعد معنا في لقاءات في كل أربعاء لنشاركهم ونتفاعل معهم. فجودة الصورة ورساليتها تحقق أكثر من عشرات ربما الخطب
وحتى الحوارات